بتبدأ الحكاية في مزاد للحيوانات بيتم عرض مجموعة من التيران فيه، لكن التيران دي بيكون لها صفات مميزة جدا عن أي حيوان تاني علشان هي بتتكلم وبتفهم. وبنشوف الراجل صاحب المزاد وهو بيقدم سور صغير وبيسأله قدام الناس اسمك ايه، فبيرد عليه وهو خايف وبيقول له اسمه موزلي. وبيرجع موزلي لورا وبيلاقي مامته بتعيط فبيسألها هو في ايه، لكن مامته مش بترد عليه. وبيبدأ الراجل المزاد وبتبدأ الناس تعلي في السعر، وبياخدوا موز لبعيد بعد ما بيتم بيعه وهو بيفضل باصص لمامته. وبعد مرور 25 سنة بنلاقي موز اتجوز وخلف طفل صغير اسمه رو. وبيصحى من النوم زي كل يوم عشان يروح يشتغل في المزرعة اللي صاحبها اسمه سايمون وبيعامله بطريقة وحشة. وبيوصل بائع متجول اسمه بايموس وبيبدأ يقنع سايمون يشتروا منه حاجات. وبنعرف ان بايموس ده اصلا هو صاحب المزاد. وبيدخل كمان رو يحكي لتوران عن الكهف اللي اكتشفه في الجبل. وبيسمع موزلي ومراته وهو بيطلب من سايمون انه ياخد رو ويبيعه في المزاد، لكن سايمون بيرفض. وبيحاول بايموس يقنعه وبيفضل يقوله لازم تبدأ تفكر بطريقة رجال الأعمال وتزرع المكان ده كله. وبيدخل موزلي ويقول لهم أنا آسف بس المكان هنا غير مؤهل مليان حجارة. وبيضرب سايمون موزلي لأنه اتكلم. وبيرجع موزلي لحظيرته وبيفضل سهران بالليل يفكر. وبيروح موزلي ينام وبيقوله روح وبيطلب منه يروح معاه للمخبأ الجديد اللي اكتشفه. فبيقول له موزلي بعدين انا مرهق جدا ومحتاج انام، لكن مراته بتقول له انت لازم تشوف المخبأ الجديد ده. وبيشوفوا الكهف وفجأة وهما ماشيين بينطوا رو فوق تلة. وبيطلب من باباه ينط وراه وبيدخلوا الكهف وبيلاقوا مثل رسومات على الحيطان والفراشات المضيئة بتنور المكان. وبيلاقوا تيران شبههم من نفس فصيلتهم مرسومة على الحيطة، لكن عندهم ايد وبيمشوا بشكل مستقيم. ومنهم اللي بيعرف يعزف ناي ومنهم اللي بيدخن. وبيظهر توربان وهو بيحكي قصة التيران اللي على الحيطة، وبيقول إنه زمان كان في قطعتين من التيران، واحد راح للشمال والتاني فضل في مكانه. وبيقول كمان إنهم من أسلاف اللي فضلوا في المكان وبمرور الوقت اتغيروا لأن الإيدين مبقاش لها فايدة. فبيسأل رو طب ليه بتوع الشمال ما رجعوش عشان يحررونا؟ فبيقول له توربان لأنهم فاكرين إن هم آخر تيران موجودة في العالم، لكن البعض مؤمن إنهم هيرجعوا يوما ما. وبعد ما بيوصلوا البيت بينيم موزلي ابن رو، وبتيجي مراته وتتكلم معاه وبتقول له ان ده دليل على ان الموضوع حقيقي. لكن موزلي بيعترض وبيقول لا 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 انا مش مصدق كل ده. وبيسمع موزلي ومراته سايمون وهو بيتفق مع بايموس عشان يبيع له روح بمجرد ما تولد مرات موزلي الطفل الجديد. فبتطلب مرات موزلي منه انه يروح الكهف ويدور على التيران اللي في الجزء الشمالي وينقذهم. وتاني يوم الصبح بيفضل موزلي يشتغل في الارض وبيضربوا سايمون لحد ما السلاسل بتتقطع. وبيوقع موزلي وبيروح سايمون يزعقله. وبعدها بيقرر موزلي انه يدور على التيران اللي في الشمال، وبيطلب من رو ياخد باله من مامته وبيقول لها انها كانت على حق في كل كلمة قالتها له. وبيجري موزلي بسرعة وبيحاول سايمون واللي معاه يحصلوه بس مش بيقدروا. وبيروح سايمون يسأل مراته هو راح فين، فبتقول له انا معرفش. فبيخرج وبيقفل الباب عليها هي ورو. وبيروح بايموس واللي شغالين معاه للسوق وبيلاقي الناس بتشتكي من الحاجات. وبنشوف سور مربوط وبيقول له ما تروحش، فبيقرب منه تربان وبيقول له مالك. فبيحكوا له السور ان راح الكهف وشاف الرسومات. ومن ناحية تانية بنلاقي موزلي في الكهف بيقع في حفرة وبيلاقي قدامه أدوات وسكاكين. وبيظهر الصياد اللي بيقدمه بايموس لسايمون وبيقول له إن ده صياد ماهر بيقدر يصطاد أي سور. وبيطلب سايمون منه إنه يدور له على موزلي. وبيحاول موزلي يخرج من الحفرة لكن بيلاقي قدامه الصياد وبيقول له إنه هيرجع لسايمون بس الأول ياخد منه تذكار. وبيطلع السكينة بتاعته وبيدخل مساعدين بايموس ورا الصياد، لكن الصياد بيرميه في الحفرة وبينط موزلي على واحد فيهم وبيخرج برا. وبيحاول موزلي يهرب بسرعة بس بيقع من فوق الشلال. أما رو فمامته بتزعقله. وبنلاقي موزلي لما وقع وصل لمدخل مكان غريب تحت الشلال وفضل يتمشى جواه لحد ما شاف سور من الشمال اللي بيكون ليهم ايدين شبه البني ادمين، وقاعد بيزعق في واحد تاني وبيلاقي واحد وراه. لكن التانيين بيجوا بسرعة وبيفتكروا إن موزلي بيحاول يهاجمهم وبيحاولوا يبعدوه، لكن موزلي بيقول لهم أنا مش بأذي حد. وبيعرف موزلي إن الاتنين دول اسمهم وارني وديفران. وبيعرف كمان إن ديفران عنده الزهايمر ومع ذلك هو الوحيد اللي فاكر.
وبيقول له ديفران احنا ما نعرفش ان في تيران تانية عايشة في العالم. ولما بيسألوا موزلي ايه اللي رجعكم بيقولوا له انهم بيشوفوا حاجات غريبة، فبيقول لهم انا كمان شفت الفراشات. وبيحكي لهم موزلي اللي حصل بعد هجرتهم. وبيروح رو يشتغل مكان باباه لكن ما بيعرفش يشيل جردل المية. أما موزلي فبيبدأ رحلته مع تيران الشمال وبيبص بدهشة، وبيوصل الصياد للمكان اللي كان فيه التيران تحت الشلال. أما موزلي واللي معاه وصلوا لمنطقة غريبة، فبيقرروا إنهم يلفوا من وراها وما يعدوش منها. لكن موزلي بيقرر ياخد الطريق المختصر ويدخل، وبيحاول ديفران يقنعه إنهم يدخلوا. ومع محاولات موزلي بيوافق وارني، ولكن فجأة المكان بينهار وبيقرروا يخيموا لحد الصبح. وبيحكي موزلي إنه مش قادر يوقف تفكيره في مراته وابنه، لكن على الرغم من كده الموضوع يستحق المجازفة. وبيكملوا في طريقهم وبيمشي جالن ورا فراشات مضيئة، وبيفضل ورن وديفران يحذروه قبل ما يقع من فوق التلة. وبيسمع الصياد وبيحاول موزلي يقول لهم إن في صياد بيجري وراه. وبيوصل فعلا الصياد وبيركب موزلي واللي معاه الفراشات وبتطير بيهم الفراشات وبيوصل لمدينة الشمال. لكن بيتفاجئوا ان مفيش جيش وان التيران هناك كلها كبيرة في السن. وبيزعل موزلي لكن ورن بيترجاه يستنى لحد ما يتكلم مع الملكة. وبيتباع تربان وبيزعل رو وبياخده بيموس. لكن موزلي بيوصل وبقى ضخم وبقاله ايد ورجل بيمشوا بيهم. وبيواجه سايمون وبيقول له انا هاخد عيلتي وهمشي. وبيفرح روح وبيحضن باباه وبيشوف موزلي بنته الصغيرة، وطبعا بياخدها في حضنه وبيدي عيلته فاكهة الشجرة المسحورة. واخيرا بيقدر موزلي ياخد عيلته ويسيبوا المزرعة ويمشوا.